20 غشت سنة 2004 في مدينة تارودانت المغربية. الشرطة جاهم اتصال باللي لقاو عظام وجماجم بشرية في أحد الأنهار. فاش جاو البوليس وبداو كيقلبوا لقاو مكان آخر حتى هو تقريبا فيه نفس الجماجم ونفس العظام. عدد الضحايا كانوا 8 وكانوا عظام وجماجم ديال دراري صغار. الخبر كان جد مروع، ماشي غير بالنسبة لمدينة تارودانت وإنما زعزع المغرب كامل. راه ماشي سهل يلقاو 8 ديال الضحايا في بلاصة وحدة. ضروري ما غادي يكون شي سر خطير مور هاد الحادثة. البوليس بداو كيطرحوا تساؤلات بخصوص المسألة. شكون غادي يكون ارتكب هاد الجريمة البشعة؟ وشنو السبب اللي خلاه يدير فعله بحال هادي؟ وشكون غادي يكونوا هاد الدراري الصغار؟ رجال الأمن داروا بعض الاحتمالات اللي منها أنه ربما تكون شي عصابة هي مولاة الفعلة، وأيضا كاين احتمال كبير يكونوا دوك السحارة اللي كيقلبوا على الكنوز، هادوك اللي كيستعملوا الزهريين باش يوصلوا للكنز، راكم عرفتوهم. تيقول لك هادو راه من دوك الدجالين هادوك اللي كيقلبوا على الكنوز. البوليس فاش بداو كيقلبوا مزيان في دوك الجماجم لقاو انهم عامرين بالتراب من الداخل، وعرفوا ان التراب اللي في الجماجم ماشي ديال داك المنطقه اللي لقاهم فيها، واستنتجوا انهم فعلا كانوا مدفونين من قبل وشي واحد حفر عليهم ولاحهم في الواد. ولكن علاش هذا المجرم دار فحال هكا؟ ياك كانوا مدفونين صحه سلام، علاش ناض جبدهم وعاود لاحهم؟ هاد التساؤل مرضهم ديال بصح. اول حاجه داروها هي شدوا داك التراب اللي كاين داخل الجماجم وخداوه للمختبر باش زعما يحلوه ويعرفوا شمن منطقه كاين. هاد الامر غادي يسهل عليهم يوصلوا للبلاصه فين كانوا مدفونين دوك الجماجم. فاش خرجوا التحاليل ديال التربه لقاو ان داك التراب كاين في واحد المنطقه شبه حضاريه، يعني يلاه بدات كتبنى. فاش كانوا كيقلبوا في دوك الجماجم لقاو واحد الورقه وكان مكتوب فيها شي لعيبات لا علاقه، وايضا لقاو مكتوب فيها واحد الاسم اللي هو الحاضي. الحاضي كان اسم عائلي وماشي اسم شخصي، واللي غادي يكون واحد من اهم الاسباب اللي خلى البوليس يتوصل للحل ديال هاد اللغز. ايضا من بين الاشياء اللي لقاو هو ان احد الجماجم كانت مغلفه بكيس بلاستيكي. الشرطه دابا ولا عندهم بعض المفاتيح اللي غادي تساعدهم باش يحلوا هذا اللغز، اللي هما المكان اللي كانوا مدفونين فيه الجماجم والورقه اللي مكتوب فيها لقب الحاضي زائد الكيس البلاستيكي. في البدايه بداو كيبحثوا على مصدر الكيس البلاستيكي ولقاو انها كتنتمي لاحد الجمعيات الخيريه. هاد الجمعيه كانوا كيلوحوا دوك الاكياس في واحد الزباله غير قريبه عليهم، يعني ان المجرم خداهم غير من تما، وبهذا استنتجوا ان السفاح كاين غير قريب من الجمعيه. البوليس من خلال الشكايات اللي كانوا كيجيو بخصوص اختفاء دوك الوليدات ومن خلال الاقوال ديال والديهم والناس عرفوا ان دوك الوليدات ب8 بهم كانوا خدامين في واحد المحطه طرقيه كاينه في تارودانت، منهم اللي كيبيع كارو، منهم اللي كيبيع كلينيكس. المهم كل واحد وشنو كيدير. راكم عارفين بريكولات اللي كيديروا الدراري الصغار في المحطات. وما حد هاد الوليدات كيخرجوا يخدموا الا وراء الحاله الماديه كتكون صعيبه والوالدين على قد الحال. نهار مشات فهمت شكون الدري عندي ما خصو والو. نهار غبر عرفت انا مات عمرو غاب شي بلاصه حتى لذاك النهار. النهار مشى النهار مات، واخا تيقول لي انا راه شفتو ما شفتو عارف داك الشهر. دابا الا كانوا هاد الضحايا كاع وقتهم كيدوزوه في المحطه، يعني احتمال كبير حتى المجرم يكون عنده علاقه بداك المحطه الطرقيه. كيف قلنا سابقا ان البوليس لقاو مع دوك الجماجم واحد الورقه مكتوب عليها لقب الحاضي، وهما بداو كيقلبوا على هاد الكنيه من بين دوك الناس اللي في المحطه. فاش بداو كيقلبوا لقاو فعلا ان هاد الكنيه كاينه في ديك المحطه، والسيد مولاها سميتو نجيب وخدام شيفور ديال الطاكسي. ولكن الشرطه كاع ما اعتقلوه، بل انهم خلاوه تحت المراقبه. الحناش بقاو مراقبينه بلا ما يعيق بيهم، كيشوفوه غير فين كيمشي وشنو كيدير وشكون الاشخاص اللي كيتلاقى بهم. ولكن واخا هكاك ما توصلوا حتى لشي نتيجه. نجيب الحاضي كان كيقيل الخدام نهار كامل وفي عشيه كيروح لدارو، نفس الروتين كيتعاود كل نهار. فاش ما عرفوا عليه والو مشاو عنده ديريكت وداروا معاه التحقيقات. بقاو كيسولوه فاش خدام وكيسولوه على عائلته وخوتو وشي لعيبات بحال هكا. نجيب قال لهم ان عنده خو سميتو عبد العالي، وطبعا كنيتو الحاضي حتى هو. سولني الى اخره، قال لي تسمعنا 5 دقائق، قلت له مرحبا. مشيت معاهم بقات يديروا العمل ديالهم، تيسولوني على العائله الخوت هكذا. بالمناسبه هذا عبد العالي راه هو المجرم اللي محمق البوليس، يعني هذا هو سفاح تارودانت الحقيقي. ولكن هاد الوقيته اللي حنا فيها دابا راه مازال البوليس ما عرفوا ان عبد العالي فعلا هو سفاح تارودانت. سولوا نجيب على البلاصه فين ساكن خوه، قال لهم ان عبد العالي كيسكن في واحد البقعه صغيره وعلى قد الحال، وكان داير بها صور ديال الياجور. نجيب الشيفور ديال الطاكسي نعت لهم البلاصه بالضبط اللي ساكن فيها الاخ ديالو، ومن الصدفه ان المكان كان قريب من الجمعيه. البوليس ديريكت قصدوا عبد العالي الحاضي باش يديروا التحقيقات اللازمه، ماشي باش يعتقلوه بصيفته سفاح تارودانت، وانما غير على قبل التحقيقات وصافي، لانه مازال ما كاينش دليل كافي كيثبت فعلا انه هو الشخص المطلوب. ولكن الصدمه غادي تكون قويه فاش وصلوا عند عبد العالي وقال لهم هاد الهضره. عرفتوا شنو قال لهم؟
عبد العالي الحاضي فاش وصلوا عنده البوليس ودقوا الباب وفتح ليهم قال لهم على سلامتكم، عرفتكم وصلتوا ليا. يعني انه كان متبع البوليس شنو كيديروا. الطريقه باش دوا معاهم كانت بواحد البروده، يعني خونا مريض ديال بصح. دقينا الباب، حلينا مجرد ما حلينا باقي قال لك اودي على سلامتكم، عرفتكم وصلتوا ليا، يعني انه راه متبع. 7 سبتمبر 2004 غادي يعتقلوا سفاح تارودانت بشكل رسمي، ولكن واخا اعتقلوه الا ان الاعتراف بوحده ما كافيش، وخاصهم دليل ملموس كيثبت انه هو صاحب الافعال الوحشيه. البوليس فاش بداو كيديروا التفتيش في البقعه اللي ساكن فيها عبد العالي لقاو بزاف ديال الملابس، وكلها كانت ملابس ديال الدراري الصغار. هذا اول دليل. زائد انهم لقاو واحد الدفتر، هذا الدفتر كان فيه نفس النوعيه ديال الورق ديال ديك الورقه اللي لقاو مع الجماجم، هذيك اللي مكتوب فيها لقب الحاضي. يعني هذا غادي يكون هو الدليل الثاني، بالاضافه لاكياس بلاستيكيه من نفس النوعيه اللي لقاو فيها احد الجماجم. هذا المكان هو نفسه اللي كان كيدفن فيه دوك الدراري. سفاح تارودانت كان كيدفن دوك الوليدات في المكان اللي كينعس فيه، كان كيحفر حفره ويدفنهم وكيغطيها بالتراب وكيفرش فوق داك الحفره وكينعس. يعني انه كان كينعس فوق القبوره ديال دوك الوليدات. ما عرفتش من قلب عند هاد خونا. البلاصه كانت صغيره وما بقاش ليه فين يزيد يدفن شي واحد، داكشي علاش كان كيجبدهم ويلوحهم في الواد. البوليس فاش زادوا قلبوا لقاو بقايا ديال العظام في هذا المكان، وتاكدوا 100% انه فعلا هو سفاح تارودانت. اجي دابا نعرفوا كيفاش كان كيدير يستدرج دوك الوليدات لهاد البلاصه. عبد العالي كان حتى هو خدام في المحطه الطرقيه، المحطه المعلومه اللي مشاو منها الدراري. هاد الوحش كانت عنده واحد الطبله ديال كاسكروطات، وكان داير فيها ظريف وولد الناس، وكيتعامل مع دوك الدراري الصغار وكيعطيهم ياكلوا فابور. خونا داير فيها حمل وديع، ولكن هو في الحقيقه ماكر كالثعلب ومتوحش كالذئب. فاش كان كيكسب الثقه ديال دوك الدراري كيستدرجهم وراها البلاصه فين ساكن، وكيعطيهم يقصيو مزيان ويتهلا فيهم، ولكن ماشي حبا فيهم وماشي بليزير من عنده. طبعا هادشي عنده مقابل. الدراري فاش كياكلوا ويساليو كيجيهم من التالي، كيقول الدري بغيت نغتصبك. طبعا اي واحد غادي يكون الجواب ديالو هو لا، ولكن دخول الحمام ماشي فحال خروجه. الدري الا ما بغاش بخاطرو راه غادي يغتصبوا بالسيف عليه. كان كيكتفهم وكيسد ليهم فمهم بالسكوتش وموراها راكم عارفين. فاش كيسالي منهم ما غاديش يطلقهم يمشيو في حالهم، بل انه كيقتلهم بدون رحمه او شفاقه. الطريقه باش كان كيخفي الجثه هي اللي قلنا قبيله، كيحيد الفراش ديالو وكيحفر الجثه ويدفنها. ولكن حتى في الدفين كلمه وحش راه قليله في حقه. فاش كان كيحفر حفره ويبغي يدفن الدري ما كانش كيتساع في الحفره لانها صغيره بزاف. موراها كيطلع فوق الجثه ديال الدري الصغير وبدا يعفط عليها برجليه باش يتساع في الحفره صحه، لدرجه ان شي وحدين بقوه العفيط هرس ليهم العظومه ديالهم. فاش كيسالي الدفين كيرجع الفراش وينعس فحال ما واقع والو، وكينعس مرتاح مع راسو. حتى في الكونستا، حتى في المعاينه ملي لقينا ديك الكدافر، لقينا تقريبا شي مقسوم من هنا حتى الجوشات ما كاملاش، يعني باينه بان كانت مضغوطه. هاد العمليه بقات كتعاود بزاف ديال المرات حتى وصل عدد الضحايا 8 ديال الدراري الصغار. فاش كثر عليه الشغل وخاف لا يعاقب به حفر عليهم وداهم لحهم حدا الواد، والباقي راكم شفتوه في القصه. هاد الافعال لا انسانيه ضروري ما غادي يكون موراها شي سبب هو اللي خلاه يكون مجرم، وغالبا في الحاله ديال اي قاتل كيكون السبب هو شي طفوله خايبه ولا شي حادثه في مرحله معينه. بعض المصادر كتقول ان عبد العالي الحاضي كان مدوز اقبح طفوله يمكن لك تتخيلها. كيقولوا ان الام ديالو توفات فاش يلاه كان عنده شي عام ولا عام ونص بحال هكا. في هاد الحاله المسؤوليه كلها كتولي للاب، اللي خاصو يولي يلعب دور الام ودور الاب في نفس الوقت. ولكن ماشي هادشي اللي وقع، لان الاب ناض ضربها بتزويجه وسمح في ولده اللي كان يلاه في عمره داك الساعه شي 5 سنين، وكانت هذه هي بدايه المعاناه ديال عبد العالي. ولكن واخا هكاك هادشي راه ما كافيش، وضروري ما يكون عامل التحرش حاضر وبقوه. عبد العالي كان كيتعرض للاعتداء الجنسي من عند ولاد عمو، ايضا حتى ولاد الجيران. هاد الامور خلات الحقد ديالو يكبر كل نهار، وحتى شي واحد ما حس بالمعاناه ديالو، واللي بقات كتراكم حتى جا النهار اللي انفجر فيه عبد العالي. من اكبر العوامل اللي ساهمت في تكوين هذا المجرم هو واحد النهار شدوه اكثر من 10 ديال الاشخاص واغتصبوه. وهكا غادي نكونوا عرفنا القصه ديال عبد العالي وكيفاش حتى ولا سفاح تارودانت. 14 ديسمبر 2005 تحكم سفاح تارودانت بالاعدام، ولكن تحولت هذه العقوبه الى السجن المؤبد، وبقى عايش في السجن حتى مات سنه 2022. فاش كنتي كتنعس فوق هذوك الجثات واش ما كنتيش تحس بالندم؟ وبان لي واحد التصريح باقي تنذكرو مزيان. قال لي ودي راك كنت نحس بالندم بزاف،
وكنت شي مرات تنبقى نحلم بدوك الاطفال، دوك الضحايا كيحطوا لي راسي في المجامر عامرين بالعافيه. وهكا غادي تكون سالات القصة ديال واحد من أخطر المجرمين في المغرب، وربما يكون من أخطر السفاحين في العالم بسبب الأفعال الوحشية اللي دار. نشوفكم في قصة جديدة، تهلاو ليا في راسكم. تشاو.